انا اتكلم عن اللهجه. يا اخوان، يا اعزاء، يا ربعنا، يا حبايبنا في الخليج، هذا انا قطري مواطن قطري، وهذا طال عمرك ولد اختي مواطن سعودي وعزيز وغالي. عرفت؟ نبي نقول لكم شيء مهم، ان احنا طال عمرك ما تفرقنا اي حاجه في الدنيا على الاطلاق، لاننا احنا تلاحم ووحده واهل واخوان، اللي عمه واللي خاله واللي ابوه واللي جده واللي ماخذ من السعوديه واللي ماخذين مننا، والامارات معانا واحنا معاهم، والبحرين كذلك الامر. فيا جماعه الخير، العقلاء اللي قاعدين يطرشون في الواتساب وفي الوسائل التواصل الاجتماعي في تويتر وما الى ذلك، يجب ان احنا نتحرى من النقاط هذه. القاده عندهم خلاف ينحل اليوم، ينحل بكره، ينحل بعد بكره، مصيره ينحل باذن الواحد الاحد. لكن الشعب لازم يرتبط ويتكاتف مع بعض من اجل الوحده، على اساس ما يضحكون علينا العالم. هذا احنا نقوله لكم، واحنا بسطاء، احنا من الشارع، احنا ناس من الشعب العاديين، نقولها للحكماء والعقلاء. هذا قلت لك ولد اختي وعزيز ولد اختي. اسمع، اقول لك لا، اتكلم باللهجه السعوديه. اتكلم باللهجه السعوديه. ايوه نعم. شوف، انت ما قصرت، انت قلت كل الكلام اللي قال المفروض يقال. اللي بقوله انا عن نفسي، البلد هذه يعني خيرها علي، بيض الله وجهك، وعلى، لا اتكلم صراحه، وعلى ناس كثير، مو بس الخليجيين، ما في خير. هذه العرب والاسلام، كلنا وحتى ولو ما لها فضل على اي احد. نعم. تبقى بلد عربي، بلد اسلامي، بلد خليجي. اللحمه الخليجيه يا جماعه لا تنسون اللحمه الخليجيه. الترهات اللي صايره في الواتساب، اتمنى يعني الناس زي ما قلت العقلاء انهم ما يروجون لشيء، ما يروجون، لانه اذا روجت طال عمرك بكره انت بتكون الهدف. اقول لك شيء، بقول نقطه واحده. انت بتكون الهدف، بكره القاده بيتصالحون، ولكن الناس للاسف الشديد قليلين العقول هم اللي راح يكونون في الواجهه بعدين مستقبلا، بكره وبعد بكره. فيا جماعه، يا اما تقدم شيء لتقارب وجهات النظر، ولا اصمت، اسكت لا تتكلم. صحيح. هذا المفترض مننا. ولا والله زعل فلان، يا اخوي البيت الواحد، انا واخواني نزعل، انا وعيالي نتهاوش، ولكن مصيرنا نتلاقى، لان عمر الظفر ما يطلع من اللحم. هذا اللي نقوله. فالعقلاء يا اخوان، فتحوا، ولا المهاترات اللي قاعد تحصل في وسائل التواصل الاجتماعي تغركم، ويستفيد من يريدون الفائده الحقيقيه من هذا التفكك، اللي ان شاء الله ما نسميه تفكك، يعني سحابه الصيف وتعدي. طلع ما احنا يا طالعين. مرحبا. والسعودي على راسنا حبيبي، يسلم راسك. والاماراتي على راسنا، والخليج والبحريني على راسنا، والكويتي على راسنا، والبحريني على راسنا، وكل راس. شريف احنا نقدره ونحبه. وانا اقول لكم، انا مواطن قطري عادي، وانا اتحدث بكل اهل قطر بنفس الطريقه للامانه تجاه الخليجيين. ولكن شغلوا عقولكم يا اخوان، ولا تروحون مع التيار الذي يريد الهدام ولا يريد البناء. يعطيكم العافيه.